النقطة اللي أغلب اللي بيبدأوا بيقعوا فيها إن ما كانش كلهم هي مغرية الصراحة، وهتأثر عليك مش في لحظتها بعدين. هي مش فزورة، أنا بتكلم عن النيش وهو تخصص المطبخ. بمعنى أنت بتبيع إيه؟ أنت بتبيع أدوات أطفال، ولا بتبيع أدوات جيم، ولا أحذية، ولا منتجات شعر، ولا بتبيع كل ده؟ وفي الفيديو ده هنتكلم عن أفضل طريقة تعملها، ويلا بينا. في البداية احنا عندنا 3 طرق. أول طريقة عندنا وهي الجنرال ستور اللي هي الكل في الكل. تاني طريقة عندنا وهي النيش ستور اللي هي التخصص، إن أنت بتبيع فقط أدوات لها علاقة بالمنزل، بتبيع فقط أدوات لها علاقة في الجيم، بحيث إن أنا لما أخش الستور عندك ملاقيش غير منتجات ليها علاقة بالجيم فقط، ملاقيش بقى ايه لا فرش شعر، ملاقيش بقى منتجات تجميل، ملاقيش الكلام ده كله. الطريقة الثالثة وهي اللاندنج بيج اللي هي صفحة الهبوط، بمعنى ان هي صفحة واحدة بتعمل عليها اعلان، لما العميل بيخش ما بيلاقيش اي حاجة غير معطيات كده، يلاقي الصور اطلب الان كذا، ما يقدرش يخش على اسم المتجر، ما يقدرش يلف في الويب سايت، لا هي مجرد صفحة بيخش عليها يا يشتري يا يروح، ما فيهاش اختيار تاني. طب دلوقتي بعد ما عرفنا الطرق اللي موجودة، ايه انسب طريقة ابدأ بيها؟ دايما زي ما قلت في البداية انت بتتجه للجنرال، بمعنى ان انت بتخش على الشركات بتاخد منتج ده، واحد في الجيم، واحد تجميل، واحد ادوات منزل، واحد مش عارف فين، وبتبدأ تعمل اعلان على ده وده وده وده. بس المشكلة ان اضراره على المدى البعيد اكتر من مميزاته الصراحة. يعني مثال، دلوقتي انت قررت تبدأ بأول منتج وهو مثلا زيت لحية للرجال. تمام. بدأت ان انت تعمل عليه اعلان، فالفيسبوك عرف ان انت ده استهدافك وبيستهدف الناس اللي مهتمين بالمنتج، وبيحاول على قد ما يقدر الالجوريزم ان يجيب لك ناس شبيهة للناس اللي اشترت، او يعني ناس عايزين يشتروا المنتج ده. تمام؟ لا مش تمام، لان للاسف لو المنتج ده ما اشتغلش معاك هتبدأ دلوقتي ان انت تمسك منتج تاني وترفعه، ولو المنتج التاني ده في فئة تانية، على سبيل المثال أدوات منزلية استهداف للسيدات، فأنت في الحالة دي شتت الألجوريزم. بدل ما كان مستهدف رجالة عايزين يطلع لهم لحية، لا هو دلوقتي اتجه إن هو بيدور على نساء عايزين أدوات، حاجات ليها علاقة بأدوات المنزل، فده هيأثر معاك في نتائج الإعلانات مع تشتيت الألجوريزم. عشان كده بقولك لو هتعمل تخصص ده أفضل طريقة للمدى البعيد، وهيبان تأثيره وانت ماشي. بلس ان العميل لو دخل عندك في الستور وتبيع منتجات ليها علاقة ببعض، ممكن بدل ما يشتري حاجة يشتري حاجتين وثلاثة، وكمان ده بيزود ثقة العميل بيك. بمعنى لو دخلت لفيت عندك في الستور لقيت حاجات لها علاقة بمجال معين، خلاص انا فهمت ان ده بيبيع المنتجات دي، لكن ما اخشش الاقي حاجات يمين وحاجات شمال وحاجات مش عارف فين وحاجات غريبة بتعمل ايه ملهاش اي 30 لازمه. النقطه الثالثه عندنا وهي زي ما قلت صفحه الهبوط. فصفحه الهبوط دي عباره عن ايه؟ عباره ان انت بتصمم صفحه واحده فيها الاسم، فيها الصور، فيها فيديوهات، فيها وصف، فيها تقييمات، فيها الفورم اللي العميل هيسيب البيانات بتاعته بس، لا فيها طبعا بقى ايه ان هو يدخل على الويب سايت، ولا فيها انه يعمل اي اكشن تاني. انت داخل يا هتشتري يا هتروح. طب في النهاية بعد ما فهمنا وعرفنا ايه الطرق وايه الانواع، انا دلوقتي هستخدم انهي طريقة؟ بص يا عالم، انا دايما برشح النيش وهو التخصص، ده افضل حاجة موجودة للمدى القريب والبعيد. وده مش معناه ان الجنرال واللاندنج بيج اللي هي صفحات الهبوط وحشين، لا في ناس كتير جدا شغالين بيهم وبيعملوا اوردرات، لكن افضلهم ايه؟ ده ارشح ايه؟ ده اللي هو التخصص. والقرار راجع ليك بعيدا عن اي حاجة، انت دلوقتي فاهم كل طريقة فيهم ومميزاتها وعيوبها وانهي افضلهم. القرار النهائي بتاعك انت حابب تبدأ بجنرال وتعمل، مفيش مشكلة. حابب من الاول تخصص نفسك وتبدأ تمسك كل المنتجات اللي ليها علاقة بالمجال ده، توكل على الله. حابب تمسك صفحة وتجرب. وفي النهاية لو عندك أي استفسار تقدر تسيبه في كومنت، تقدر تتواصل معاه على الانستجرام، اللينك في الديسكريبشن، وطبعا كيب ريدي.